السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم، عاملين ايه؟ جمعة مباركة عليكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايلكم فيديو جديد وهنعمل بيه وصفة تحفة. هنعمل فراخ محشية. ده المنيو بتاع يوم الجمعة يا جماعة. من يوم الجمعة دي عبارة عن ايه؟ فراخ محشية مع رز بالكبد والقوانص وملوخية خضراء. مفيش احلى من كده منيو بقى. امال ايه؟ ويك اند بقى، لازم ندلع الولاد على الاخر، وبالولاد كمان ندلعه. امال ايه؟ احنا ثابت عندنا يوم الجمعة يا اما فراخ محشية ورز بالكبد وقوانص وملوخية خضراء، يا اما محشي. انتوا حفظتوني بقى. يا اما محشي يا اما رز معمر. هاتي يا ستي فراخ حمراء، وانت بتشتري الفراخ قولي له عايزة فراخ للحشو. قولي الفرارجي عايزة فراخ للحشو، وسلكيها كده وانت بتنضفيها من عند الزور، وشيلي الجناحات، ارمي طرف الجناح مش عايزينه، واقطعي الجناح. واغسلي الفراخ قد 100 مرة كده لحد ما تبقى بيضة زي القشطة، ونقعيها. انا نقعتها ساعة ونص بملح وسكر ولورا وحبهان وليمون طبعا. بعد ما نقعتها ساعة ونص غسلتها تاني وبعدين صفيتها بالمصفى، وابتدي اتبلها بتتبيلة بسيطة خالص، واسيبها كده في التتبيلة دي ساعة على ما اجهز الحشوة. وانتي قبل ما تيجي تتبلي الفراخ، هتسلكي كده بين الجلد وبين اللحم بصوابعك لغاية ما توصلي للزور. عايزين المنطقة دي تبقى مفتحة كويس عشان نعرف نتبل الفرخة ونعرف نحشيها. خدت بالك انت من الحركة دي؟ خلي بالك معايا، ركزي اوعي تتوهي مني. تبلتي الفراخ سيبيها بقى ساعة في التلاجة، ويلا نعمل الحشوة الجميلة بتاعتنا. حلة سخنتها كويس بمعلقتين زيت ومعلقة كبيرة سمنة بلدي وفصين مستكة. المستكة ساحت مع المادة الدهنية، نزلت ببصلة كبيرة مفرومة ناعم. البصلة مش مبشورة، مفرومة فرم ناعم مش فرم خشن. تمام، عايزين حاجتنا تبقى سمباتيك كده وحلو. في الخطوة دي انا مش عايزة احمر البصل، انا هشوحه بس تشويحة دقيقتين كده، تطلع ريحة البصل ويبقى كده منغنغ كده معانا. ماشي. قبل ما ننزل بالحاجات اللي هقولك عليها، هننزل ايه بقى يا ستي؟ فصين حبهان، ورقتين لورا، وحطينا مستكة في المادة الدهنية في الاول. ماشي. ورشة جوزة الطيب ما تنساهاش. الخطوة دي انا بعملها، مفيش حد بيعملها غيري بقى. إيه بس انا هقولك عليها. القوانص بقطعها قطع صغيرة جدا وبسلقها بره مع الجناحات، عشان القوانص ما بتستويش غير بمية او بشوربة، غير كده بتستويش خالص. نزلت بقى بالقوانص. هتقولي الكبد فين؟ هقولك مش وقتها، ما يجي وقتها هقولك، ما تستعجليش. انزلي بقى بكوبايه ونص رز مصري مغسول ومش منقوع، وشويه ملح وفلفل. ما تنقعيش الرز، اوعي تنقعي الرز عشان بشوف ناس بتنقعه غلط جدا. ماشي، ما تنقعيش الرز. شوحي كده الرز مع البصل مع الحاجات الجميله بتاعتنا دي، وانزلي عليها بشويه شوربه من اللي سلقنا فيهم القوانص وايه والجناحات. ما عندكيش شوربه حطي ميه عادي. وحطي بقى اظبطي بقى مقدار رز. خلي بالك احنا هنا مش هنسوي الرز سوا كامل، هو نص تسويه بس. بعد ما شوحناه كويس جدا، وخطوه التشويح مهمه ما تستغنيش عنها، بتخلي الرز مفلفل وجميل جدا. انا مش هظبط مقدار الرز كويس يعني للاخر اكني هسويه، لا، انا هسويه نص تسويه بس. بصي مقدار الميه قد ايه، مش مغطيه الرز اساسا عشان انا هسويه نص تسويه. بعد كده قطعت الكبد وقلبتها على الرز وهو سخن جدا، لان الكبد ما بتاخدش سوا اصلا. بصي الكبد وريتها لك، قطعتها قطع صغيره جدا وقلبتها في الرز وهو سخن مولع، وسبته يبرد. بعد كده هبتدي احشي بيه. محشيش وهو الرز سخن، لازم يبرد. هاتي بقى الفرخه بتاعتك واحشيها. الفرخه تقريبا بتاخد مقدار نص كوبايه رز بالتقريب كده يعني. يعني انتي تعملي لكل فرخه نص كوبايه رز. ولو الرز اتبقى منك عادي بناكله، مفيش اي مشكله، بيبقى حلو برضو. احشي بقى الفرخة يا ستي من جوه ومن بره، وما تكبسيش على الحشو، ما تكتريش الحشو عشان ما تفكش منك اثناء السوا، وكتفيها. طبعا انا جبت لكم فرخة واحدة، انا قصيت لكم من الفيديو ده كان طويل جدا، مش عايزة اطول عليكم، حاولت اختصر لكم والله على قد ما اقدر. ما تنسيش تحشي الزور، تسلكي من عند الزور كده وتحشي. كده عملنا الاتنين. بعد كده هعمل ايه بقى؟ بصلايه كده قطعتها ونص كوبايه ميه، واغطي عليها بالورق الفويل. انا في الوقت ده كنت مسخنه البوتاجاز الفرن كويس جدا على درجه حراره 200، شغلته كده ربع ساعه لحد ما سخن جدا. وبعدين هدخل الفراخ على فرن سخن درجه حراره عاليه. في الاول اول ما الفراخ تغلي هوطيها، اوصله لغايه 180. هحط الصينيه على الرف اللي تحت. الفراخ تغلي كويس هوطيلها خالص.
بعد كده هولع لها الشوايه لما تستوي. بتاخد في الفرن بالتقريب